النهارده في الاستاذ احمد عباده تقدم للترشح لعضويه الاتحاد المصري لكره القدم. هو زميلنا اعلامي في احدى القنوات المجاوره، وذهب للتقدم باوراق ترشحه في اتحاد الكره على مقعد العضويه بشكل فردي. طبعا اوراقه تم رفض استلامها لانه دايما التقديم بيكون بنظام القائمه، واعتقد هو كان رايح لهدف معين هو اثبات حاله. بالفعل قام بتحرير محضر اثبات حاله لانه ما قبلوش اوراق ترشحه في انتخابات الاتحاد. مفترض انه في الفتره دي بيجهز عشان يرفع دعوى قضائيه بعدم دستوريه لائحه الانتخابات الخاصه بالقائمه المغلقه. هو بيقول انها بتتعارض مع قانون الرياضه، ده وجهه نظره. المصادر القانونيه داخل الاتحاد المصري لكره القدم قالوا انه اللائحه سليمه وتم اجراء الانتخابات السابقه عليها اللي جابت مجلس الاستاذ جمال علام الحالي، وان الموضوع ده الحقيقه مش مؤثر، واللائحه هي دي اللائحه عايزين تغيروها بعد كده غيروها مفيش مشكله، لكن بعد جمعيه عموميه لكن دي اللائحه اللي هتجرى عليها الانتخابات. ده اللي حصل في هذا الامر.